بزنس ومادة، ترى ما هي كذا. وش أحسن؟ أول شيء الصلاة، ثم الدين، ثم وش أحسن ما فلوس؟ أمك وأبوك ما فلوس. أمي بعد. يلا هاي من جانا. يا مرحبا ملايين يا أبو ثريا. أهلا عداد السيل، أهلا مرحبا. من يوم سرتوا لين جيتوا. الله يبيض وجهك ويجزاك خير ويرحم والدينك، وانت الدال على الخير كفاعل. شوفوا يا جماعة خير، الشخص هذا بعد إذنكم يا الربع، الشخص هذا اللي تشوفونه تقولون إنه ما شاء الله كيوت، ترى ما هو بكيوت. هذا درست أنا وياه سنة أولى ابتدائي. أقسم بالله عنده بقسرية طبقني بفذني إن إذني تصفر. أول شخص تضارب معي في المدرسة سالم الربيع. طبقني بقس، أخذ 3 أيام ما رقد على جنب اليمين لأنه جاء في ذني اليمنى، وتالية صارت صحبة. سبحان الله. بعد اختلصتك ولا لا شوف الرجال هذا، شوف الرجال هذا طال عمرك له هيبة، له هيبة في نظرته وفي صوته وفي وجهه. هذا تكذب علي مثلك يوم قلت أنا ما باها فيك. هذه خادمتك قبل اليدين. عدوا يا مرحبا، يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا بكل والجميع. أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا. أبو ثريا، عاد تدري على أنك مردستني في السنة الأولى ابتدائي، إلا إني فخور بصداقتك وزمالتك. الله يرحم والديك. تسألني ليش؟ ليه؟ بقول لك أنت إنسان صنعت نفسك من بطن المعاناة. الله يكرمك. يعني فيه أغلب الشباب يكون متوفر له كل شيء، كل سبل الراحة، وفوق هذا له أبو وأم واقفين عليه ومصاريف وتدريس، وبعضهم للأسف يفشل سواء كان في مجال التعليم أو مجال المرجلة ودورة التجارة. عرفت؟ إيه؟ أنت ما شاء الله تبارك الرحمن، والله يزيدك من خيره، الله يكتب. رغم الظروف اللي أنا أبخصها بالحيل، يعني قدرت أنك تعوض والدتك، وما شاء الله تبارك الرحمن وصلت لمرحلة صعبة للواحد اللي بيبدأ من الصفر، صعبة مرة. فأنا بسألك بس سؤال عشان اللي يسمعنا ممكن إنه يمر في نفس المعاناة اللي كنت تمر فيها أنت، وتكون دافع له. ولدك رحمة الله عليه يوم مرض كم عمرك بالضبط؟ اللهم لك الحمد. وش اللي صار بعدها؟ والدي طال عمرك اللهم لك الحمد ربيع بن حامد بن صقعان كان من الرجيل اللي إن شاء الله إنه من الرجيل الطيبين. تمام. رحمة الله عليه. هلا النية الزينة، هلا الصدق، هلا الرجولة. اللهم لك الحمد. أبوي اللهم لك الحمد قدر الله عليه وجاه مرض وأنا عمري، إخواني كلهم موجودين وأنا عمري طال عمرك 12 سنة، وإخواني أصغر مني في العمر. 12 سنة. أنا عمري 12 سنة. تمام. جو خوالي ذوي دبسان. أي. من الديبة. رجيلهم فيهم خير ورجيلهم طيبين. عاد أبوي صار طريح فراش طال عمرك أقعد هالمرض 14 سنة وهو طريح فراش. رحمة الله عليه. وعلى عناية عماني وعلى عناية أمي وعلى عناية جدتي، والله يجزاهم خير. جو خوالي طال عمرك قالوا خلاص مدى من عند جدي الله يرحمه، قالوا مدى من الرجال تعبان، تمام، أنتم عالجوا رجالكم وحنا نبي ناخذ الحرمة والورعان، حنا كنا صغار عيالها وعيالها ونبي ندرسهم عندنا، ولا تشاف رجالكم وطاب، تمام، الحرمة قريب والعيال عيالكم. قال جدي تم أبد، اخذوا حنا بيتنا واحد، اخذوهم عندكم وحنا نبي نعالج الرجال. وتطلع امي طال عمرك قالت والله ما تركه، انا ما خليته وهو واقف على رجله، تمام، ما هبى بخليه وهو طريح فراش. لا. هذا الموقف طال عمرك اللي امي طوقتنا به. وجلست امي طال عمرك ترعاه وجدتي وعماني وكل العائله واللي حولها اللهم لك الحمد 14 سنه. وامي عند راسه طال عمرك طبيب ومستشفى وممرضه. لا إله. عرفت لين اخذ الله امانته. هذه وفاء، قصه اللهم وفا. لك الحمد. اي والله قصه وفاء. انت تقول عوضت امك، انا ما عوض امي، انا يدوب اجزاها. عاد يوم توفى ابوي طال عمرك يلاني توي متخرج من الثانويه ومتوظف لي في الوظيفه شهرين. وانا
كنت في الخارج، علموني قالوا ابوك توفى، ويوم جيت طال عمرك الحمد لله وبدت ووفقنا الله. حاولت كل تركيز. وفق الله، وتراني بعد انا كل نصحته ووجهته. بيض الله وجهك. سلم منك يا ابو ساره السالم. ايوه كنا في الخارج وجهته وضبط هذا، ومش هالرجال ذيب. اي والله، والحمد لله ووفقنا رب رحمة العالمين. الله عليه. حرصنا انا واخواني طال عمرك على ان نجزى امي تمام فيما سوت، عرفت؟ وربي وفقنا طال عمرك، ربي جعل الجنه تحت اقدام الامهات ما بالدنيا. لا اله الا بندر الله. تاكيد الكرامه، فتح الشركه هذا واخذ يمكن 5 أو 6 شهور جالس على الكرسي، ومعه شويه من اللي يساعدونه يهش ذبه. يقول خلاص انا وصلت الى مرحله من الياس ما تتخيلها. اي يقول قلت وش المنقذ؟ قالت امي المسجد والاستغفار. الرجال ترك الوظيفه وكرس جهوده للمحل ذا، ولا النتاجيه ما في نتاجيه، صار مع الاذان وهو بالمسجد والاستغفار مستمر. يقول خلاص وصلت اخري وبقفل. يقول بقفل. يقول والله يجيب واحد ماسك مشروع الطلبات فيه مليونيه، يقول يدخل علي الضحى يقول والله ماني مصدق، ولو قال بنصاف الأثمان والله اني ما ابيع، كنت ما ابيع يوم يقول لك وخليه يكمل. ما ابيع، كنت ما حد يجيني. قال واذكر وصتني امي طال عمرك وتذكرت ان الاستغفار يجلب الرزق. والله اني جلست كذا واقول استغفر الله، انا ما ادري استغفرت 5. وصتني امي طال عمرك وتذكرت ان الاستغفار يجلب الرزق. والله اني جلست كذا واقول استغفر الله، انا ما ادري استغفرت 5 ولا 6 ولا 10، ما بزود من 10. الا الرجال اللي واقف طال عمرك ويشري مني بضاعه تمام، توفيق من الله، ما بشطارة مني ولا دبرة مني ولا اني مهيأ، حتى تهيئة ماني لا مهيأ. اله الا الله. وفقنا الله. انت رضي والدين. الله يجزاك خير. وعمل الوالده عمل عظيم، يعني مده 14 سنه. 14 سنة مستشفى. لا اله مستشفى. ابو حشر تدري بعد الفلوس هذيك اللي باعبها ان اول الفلوس يمسكها، وتدري ليش تباركت؟ ليش؟ انا اللي عديتها بالله. على الله يسعد ذا الوجه ويزيدك ويبارك لك اللهم فيما اعطاك، اللهم امين. ويتم نعمته عليك. والله اشهد بالله يستاهل انك ابو ثريا تستاهل. نموذج نجاح وكفاح جميل جدا فعلا. شاب بطل، شاب اوجد نفسه من عدم. باختصار ابو ثريا باختصار ابو ثريا يحق لي افخر. الله يرحمه. اي والله. وحنا يحق لنا ما معنى الا نحمد الله ونشكره. اللهم لك الحمد، لا توفيق الا بالله. سبحان، تستاهل كل خير. الله يزيدك ان شاء الله. اللهم امين. إيه الله والله. يبيض وجهك. اي والله. وانتم طال عمرك قصة نجاح. لا ما وصلنا اللي وصلت لها انت. احنا ما شاء الله تبارك الرحمن. لا والرجل هذا طال عمرك شوف علاقاته الاجتماعية أبو سارة من كنوزه. هذا يكفيه طال عمرك انه ابو ساره.